تخيل إن هناك ليلة واحدة بس لو عبدت الله فيها كأنك عبدته أكتر من 83 سنة. ليلة واحدة بس تقدر تمحي ذنوبك سنين طويلة. ليلة تنزل فيها الملائكة إلى الأرض بالرحمة والبركة. ليلة بيكتب فيها الله أقدار الناس. لكن المشكلة إن الليلة دي كانت تمر عليك وإنت ما تعرفهاش. هي ليلة القدر، أعظم ليلة في السنة كلها. في الفيديو ده هعرفك إيه هي ليلة القدر، وليه هي أعظم ليلة في الإسلام، وإيه الآيات والأحاديث التي ذكرت فيها الليل، وما أفضل دعاء فيها، وكيف نستغلها إن شاء الله عشان ما تضيعش مننا. ركز معايا للنهاية. قد تجعل هذه الليلة أفضل ليلة في حياتك. أول حاجة، إيه هي ليلة القدر؟ ليلة القدر هي ليلة عظيمة في العشر الآخر من شهر رمضان، وهي الليلة التي بدأ فيها نزول القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولأن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة في القرآن تتحدث عن الليلة دي فقط. قال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر. والأسلوب في القرآن يدل على عظمة الشيء وأهميته. سميت ليلة القدر بهذا الاسم لعدة أسباب: لأن الله يقدر فيها الأرزاق والآجال للسنة القادمة، ولأنها ليلة عظيمة الشرف والقدر عند الله، ولأن العبادة فيها لها قدر وأجر عظيم جدا. تاني حاجة، ليلة القدر أعظم ليلة في السنة. الله سبحانه وتعالى بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر حوالي 83 سنة و4 أشهر. يعني ببساطة لو صليت ركعتين في الليلة كأنك صليتها طول 83 سنة. ولو قرأت قرآن فيها كأنك قريته طوال 83 سنة. ولو ذكرت الله فيها كأنك ذكرته طوال 83 سنة. وللسبب ده الصحابة كانوا بيجتهدوا فيها اجتهاد شديد. تالت حاجة بقى، ايه اللي بيحصل في الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأمر عظيم يحدث في الليلة دي. قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الروح هنا يقصد بسيدنا جبريل عليه السلام، لأن الملائكة تنزل إلى الأرض بكثرة تحمل الرحمة والبركة وتؤمن على دعاء المؤمنين. وقال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني الليلة دي بتبدأ بعد المغرب وبتخلص بطلوع الفجر. رابع حاجة، الليلة دي بتكون امتى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بليلة محددة، وذلك حتى نجتهد في كل العشر الأواخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال أيضا: تحرروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. يعني في الليالي 21 و23 و25 و27 و29. كتير من العلماء بيرجحوا إنها ليلة 27 رمضان، لكن مفيش دليل قاطع، لذلك الأفضل إنك تجتهد في كل الليالي. النبي كان إزاي بيستعد لليلة دي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر أكثر من أي وقت آخر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الآخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أنه يكثر من الصلاة، يكثر من الدعاء، ويقرأ القرآن، ويوقظ أهله للعبادة. وهذا يدل على أهمية هذه الليلة. نيجي بقى، يا أفضل دعاء في ليلة القدر. سألت ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الدعاء ده من أعظم الأدعية في ليلة القدر. يمكن أيضا أن تدعو بكل ما تريد، زي: اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اصلح قلبي، اللهم ارزقني رزقا حلالا واسعا، أو اللهم ثبتني على دينك، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. في الدعاء في الليلة دي مستجاب بإذن الله. كيف بقى نستغل ليلة القدر أفضل استغلال حتى لا تضيع منك؟ حاول تفعل الحاجات دي. صل قيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونقرأ قرآن، لأن الليلة دي نزل فيها القرآن. وكثرة الذكر، ردد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واستغفر الله. والدعاء الطويل، يجعل لك وقت مخصص للدعاء، وادعو الله بكل ما تريد. والصدقة حتى لو كانت صدقة بسيطة، تكون هذه الصدقة في ليلة القدر يكتب لك أجرها أكثر من 83 سنة. إيه علامات ليلة القدر؟ ذكر العلماء بعض العلامات اللي ممكن تتحدد إن دي ليلة القدر. هي ليلة هادئة ساكنة، لا تكون شديدة الحرارة شديدة البرودة، ويشعر المؤمن فيها بالراحة والسكينة. تشرق الشمس في صباحها بيضاء بلا شعاع قوي. لكن ما تستناش العلامات دي، الأفضل إنك تجتهد في العبادة في كل الليالي. تذكر، قد تكون ليلة القدر هذه السنة هي الليلة التي يغير الله فيها حياتك بالكامل. قد يغفر الله لك فيها ذنوبك، قد يفتح لك أبواب الرزق والهداية، وقد تكون سببا في دخولك الجنة. اللهم آمين. فما تضيعش أجر ليلة القدر، واجتهد في العشر الأواخر، واجتهد في الصلاة والقرآن والدعاء. ربما تكون الليلة القادمة هي ليلة القدر. أشوفكم في فيديو جديد. يا ريت أكون فدتكم وأنا مش شيخ ولا حاجة. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.